خليني أبدأ بسؤال واحد بس. إزاي دوري عنده أكتر من 100 سنة تاريخ وعنده أندية واخدة بطولات أفريقيا وعنده جمهور بالملايين ويبقى في نفس الوقت واحد من أسوأ الدوريات في العالم من حيث التنظيم والمتعة؟ الدوري المصري مش ضعيف عشان مفيش كورة ولا عشان مفيش لعيبة موهوبة. الدوري المصري ضعيف لأن المشاكل فيه بقت هي الأساس مش الاستثناء. أول وأكبر مشكلة عندنا هي العشوائية. مفيش حاجة اسمها استقرار، موسم يبدأ ويتوقف، مباريات تتأجل من غير سبب واضح، جدول يتغير كل شوية، ودوري يخلص في سنة ونص وسنة تانية يخلص بالعافية. اللاعب مش فاهم هو بيلعب إمتى، والمدرب مش عارف يخطط، والجمهور مش عارف يتابع. إزاي دوري كده يبقى محترم؟ تاني مشكلة ودي بتقتل أي متعة، التحكيم. التحكيم في الدوري المصري بقى حديث الساعة كل جولة، أخطاء بدائية، قرارات متناقضة، نفس اللعبة تتحسب ضربة جزاء هنا وتتلغي في ماتش تاني. حتى لما دخل الفار اللي كان المفروض يقلل الأخطاء لقيناه زود الجدل، بقينا نتفرج على الماتش ونستنى الحكم أكتر ما نستنى الهدف. تالت مشكلة خطيرة جدا، الإدارات. في أندية كتير بتدار بدون أي تخطيط، مدرب يتعين وبعد 3 أو 4 ماتشات يمشي، صفقات عشوائية، لعيبة تيجي من غير ما تناسب طريقة اللعب، مفيش مشروع، مفيش رؤية، مفيش صبر. وإزاي فريق ينجح من غير إدارة فاهمة؟ رابع مشكلة واللي الجمهور حاسس بيها قوي، الملل الكروي. الدوري المصري بقى بطيء، تحفظي. معظم الفرق بتلعب على مبدأ نقفل ونطلع بتعادل، مفيش ضغط، مفيش سرعة، مفيش أفكار هجومية. 90 دقيقة تحسهم تقيلين وكأنك بتتفرج على مباراة من غير روح. وعشان كده لما الفرق المصرية تطلع تلعب قدام فرق بره تلاقي الفارق واضح، سرعة أعلى، تنظيم أحسن، ثقة في النفس. وإحنا بقى نرجع نقول التحكيم، الجو، الملعب. خامس مشكلة، غياب الجمهور لفترات طويلة. الدوري من غير جمهور ملوش طعم. الجمهور هو روح الكورة، ولما يتمنع أو يقل وجوده اللعيبة نفسها أداها بيقع. وبرغم كل المشاكل دي الدوري المصري كان ممكن يبقى من أقوى دوريات أفريقيا، عنده كل المقومات، تاريخ، جماهير، لعيبة، إعلام. بس طول ما فيش نظام واضح، وطول ما فيش عدالة حقيقية، وطول ما القرارات بتيجي برد فعل مش بخطة، هنفضل في نفس الدايرة، نشتكي، نزعل، وبعدين نكرر نفس الغلط. السؤال المهم بقى، هل في أمل فعلا إن الدوري المصري يتصلح؟ ولا هنفضل نقول كان زمان؟ في الآخر الدوري المصري مش فقير كورة، ولا ناقصه لعيبة، ولا ناقصه جماهير. اللي ناقصه بجد هو نظام وعدالة وعقلية تفكير تحترم اللعبة. طول ما بنعالج المشاكل برد فعل مش بخطة، وطول ما بنلف في نفس الدايرة، هنفضل نشتكي من نفس الحاجات كل موسم. دي كانت وجهة نظر الماجيكو، وده تفكيري، ودي عقليتي. لو شايف إن في أمل أو مختلف معايا اكتب رأيك في الكومنتات. ولو حابب تشوف الجزء الجاي عن إزاي الدوري المصري ممكن يتصلح فعلا، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. نشوفكم في الفيديو الجاي.